انا عارفه ان انا حنستكوا بالبرجر اللي احنا قاعدين بننزله صور بقاله كام يوم، بس ايه، انا كنت تعبانه شويه. يلا بينا بقى اقول لكم على طريقته. انا عاملاه من اوله لاخره بالبانز بتاعته بكل حاجه. يلا بينا. اول حاجه نعمل البرجر بانز. هنحتاج كوبايه ميه دافيه، هنحط عليها معلقتين سكر ومعلقه خميره، كل دي معالق صغيره. بعد كده نقلبهم ونسيبهم على جنب 10 دقايق يخمروا. وبعد كده هنحتاج 3 كوبايات دقيق جميع الاستعمالات، عليه رشه ملح وبضايه بدرجه حراره الغرفه. بعد كده هحط الميه، ابدا اعجن شويه كده، وبعدين احط معلقه السمنه عشان اكمل لم العجينه، وبعدين انزلها على الرخامه وهرش عليها حبه دقيق وابدا اعجن تاني لغايه اما الدقيق يدوب خالص، لغايه اما العجينه كلها تلم معايا وتديني عجينه متماسكه. هسيبها تخمر لمده ساعه ونص، وبعد كده اروح راجعه لها تاني، اروح مديها عجنتين برضو على رشه دقيق، وابدا اقسمها على عدد البانز اللي انا عايزاها. قسمتها على 3 بانز. بصوا بقى، اهم حاجه في البانز ان احنا طريقه القفل بتاعتها. انا هفردها كويس، وبعدين اروح جايباها على تلتين كده لغايه ما تقفل معايا بالشكل ده، وبعدين اروح جايباها تاني تبقى زي الحجاب كده الصغير، وبعدين ابدا احاول اكورها كده، اعملها كوره كوره. كل ده احنا بنعمله ليه؟ عشان البان نفسها ترفع لفوق ما ترفعش للجناب. تمام؟ التكنيك ده هو اللي بيفرق ان هي ترفع لفوق او ترفع للجناب. اوكي. وبعد كده اسيبها تخمر تاني ساعه ونص. في الاثناء دي بقى نحضر احنا البرجر بتاعنا. يلا بينا اقول لكم على اسراري واحلى برجر هتدوقوه على طريقتي. هنحتاج بصلايه وسط، هحط معاها نص فلفله حمراء، هديهم ضربه سريعه في الكبه. اول ما تقطعوا صغير خالص زي كده هبدا احط لهم التوابل. هحط حبه جوز الطيب وملح وفلفل طبعا وبهار حلو وبابريكا. اللي بحط حبه بابريكا عشان تفضل مداني اللون الاحمر الحلو، ويا ريت تبقى بابريكا عاديه مش سموكت بابريكا. وبعد كده هروح حاطه بيضايه واروح مديهم برضو ضربه تاني لغايه اما الخضار ينعم خالص. وبعد كده هروح حاطه تقريبا 400 جرام او 500 جرام لحمه مفرومه، ونحط معاهم معلقتين كبار بقسماط. هنبدا نضرب اللحمه مع الخضار. بصوا، البرجر بيحب الدهون، انا ما بحبش اللحمه تبقى فيها دهون، انا بحبها تبقى لحمه حمراء، ما بحبهاش بلحمه بليه ولا باي حاجه. انا الحاجات دي مش بحبها. تمام؟ انتوا عايزين تضيفوا تقريبا على نص كيلو، عايزين 100 جرام ليه، او تبقى نسبة 25% دهون بالنسبة للبرجر. تمام؟ اي قطعية بقى من عند الجزار بنسبة 25% دهون. وبعد كده نروح مشمعينهم شوية في التلاجة حوالي 5 دقايق. اطلعها اقسمها على عدد الكور اللي انا عايزاه. انا دي عملت بيها 3 كور كبار على اساس ان البنزة عندي كانت كبيرة برضو. عملتهم وبعدين بحطها كورة، وبعدين بقى بأي سباتولا او حاجة، وببدأ افردها كويس بالشكل ده. يعني هي بين البرجر العادي والسماشت برجر. اوكي بالشكل ده. وبعدين بسيبها على كل وش تقريبا على نار وسط تقريبا من 5 دقايق ل7 دقايق. انا بحب يبقى كده واخده لون محرمش شويه. اوكي. فبسيبها 7 دقايق كله. وبعد كده بقى نرجع تاني للبونز. بدهن وشها بيض، وبعد كده عايزين بقى تحطوا عليها زعتر، ملح بحر من فوق، سمسم اللي تحبوه. وبعد كده ادخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 180. هيقعدوا جوه حوالي 25 دقيقة. هيطلعوا بالشكل ده. شايفين هم قابين لفوق، بونز برجر بونز عادية خالص، قابين لفوق مظبوطين وكله تمام. بعد كده هبدأ بقى احضر الصوص بتاع البرجر. هنحط معلقة كبيرة مايونيز، نص معلقة ماسترد، ومعلقتين كبار كاتشب. نقلب كله كويس. نرجع تاني للبرجر. شايفين البرجر انا بحبه محرموشة كده بالشكل ده، بيبقى كريسبي كده من بره. انا بحبه باللون ده، انتوا ممكن تعملوه افتح شوية. بعد كده انا قسمت البانز في نفس طاسة البرجر. هحمر وشوش البانز عشان ياخدوا الريحة والطعم كله. بعد كده بعد ما عملتهم هروح قليه بيض في نفس الطاسه. انا ما بغيرش الطاسه. هروح حاطه بيضتين او 3 على حسب ما انتوا بتحبوا، وبحط معاهم حتتين جبنه، جوده، شيدر، موتزاريلا، جبنه رومي بتبقى طعمها حلو اللي تحبوه. بعدين بقسم البيض ده على عدد البونز عشان احطهم فيه تاني. وانا بحب اقلي الطماطم برضو في الصوص اللي متبقي، بهاريز اللي متبقيه كده من من اللحم. بقليها كده مش بتطرى خالص، يعني بحطها تاخد بس لمعه، يعني تاخد طشه، وبعدين بشيلها على طول عشان ما تستويش تمام. وبرضو بحط بصل بكرمله، وببقى مقطعه طبعا كابوتشي وخيار مخلل وفلفل الوان. بعد كده هنجيب القاعده بتاعه البان، نحط عليها الصوص اللي احنا لسه عاملينه، وبعدين الكابوتشي، وبعدين واحده الفلفل الالوان. بعد كده بحط بالشكل ده البيض جواه. بعد كده ارص البيكلز او الخيار مخلل. بعد كده واحدة البرجر بتاعتي وعليها الطماطم اللي سويناها من شوية، وبعد كده البصل اللي كرملناه. وش البان حطيت عليه نيويورك صوص، ده انا بجيبه جاهز بصراحة. احلى ساندويتش برجر ممكن تدوقوه في حياتكم، صدقوني. وبس كده، سهلة وبسيطة وجميلة، وانا بعشق الساندويتش ده
ويعني لو اقدر افتح محل عشان ابيع الساندوتش ده هعمله طبعا. شايفين بقى شكله طعم ازاي وحلو ومشهي، وبالهنا والشفا. وما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها بطريقتي، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب